امر تاريخي، النصر يقدم افضل بدايه له في تاريخ دوري روشن، وهذه البدايه كانت تحت قياده المدرب جيسوس اللي في اول جوله في الموسم الجديد لنادي النصر حقق الفوز بنتيجه 5-0 ضد التعاون في ارض نادي التعاون. وحرفيا هذا تعتبر افضل بدايه، مو بس عشان فاز النصر بنتيجه 5-0، بل لانه في نفس المباراه حقق كلين شيت وسجل في نفس المباراه هاتريك. طيب مين يسجل هاتريك؟ هذه هي الصدمه. اللي سجل هاتريك هو اكثر لاعب انتقدناه بعد قدوم نادي النصر، جواو فيليكس. اي والله فيليكس في اول مباراه له في الدوري السعودي سجل هاتريك، وهاتريك مو زي اي هاتريك. الهدف الاول كان جميل بعد ما حطها في الزاويه الصعبه، والهدف الثاني كان اجمل بعد ما اطلق صاروخ في مرمى التعاون. وهدف الهاتريك لفيليكس كان بدون ما يهز الشباك، واحتسب الهدف بعد ما الكره تجاوزت الخط. وهاتريك فيليكس يعتبر هو اول هاتريك في الدوري الموسم الجديد. وفي نفس المباراه كومان سجل هدف جميل بالراس اللي يعتبر هو اول هدف له مع نادي النصر. وكالعاده مباراه فيها مهرجان اهداف، يعني الاسطوره كريستيانو رونالدو سجل هدف في المباراه. وهدف